ازاي احفظ كلمات؟ طبعا اي حد بيتعلم انجلش بيكون همه ازاي يحفظ كلمات. انا عايز اقول لكم بس حاجه، دي نصيحه مني. مفيش حاجه اسمها حفظ كلمات، في حاجه اسمها استخدام كلمات. بصوا يا جماعه، انا مهما حفظت كلمات هنساها. ليه؟ لان انا لما بحفظ كلمات، الكلمات بتتخزن عندي في حته اسمها الشورت تيرم ميموري، اللي هي الذاكره المؤقته، وبعد فتره لازم تتمسح عشان تحط كلمات جديده. لكن عشان اخلي الكلمات موجوده في حياتي واعرف استخدمها على طول، لازم الكلمات دي تكون موجوده في اللونج تيرم ميموري. تمام؟ وهنا لازم اعرف ازاي اقدر احط الكلمات في اللونج تيرم ميموري. انا عندي نصيحه وبحب اقولها للطلبه بتاعتي، وحاجه انا بحبها جدا. انا لازم اعمل حاجه اسمها vocabulary note. جوه الفوكابيلاري نوت دي بحط كل كلمه جديده بتقابلني. تمام؟ واحط ليها الديفينيشن بتاعها، سواء عربي او انجلش. بس انا بحب طبعا افضل الانجليش اكتر عن العربي، عشان تقدر ان انت تعرف استخدامها صح جوه الانجليش كونتكست. المهم، وتعمل جمله، الجمله دي تكون من تكوينك انت او انتي تحت الكلمه على طول، وتخلي النوت بوك دي معاك على طول، وتقدر ان انت تراجع الكلمات دي من فتره لفتره، قرايه من غير حفظ. بعد فتره الكلمات دي هتثبت جدا في دماغك، ويوم ما تسمعها هتعرفها وهتقدر تستخدمها كمان.